اتطلع الى تغطية عالمية تناسب حجم الاهلي وجماهيرية النادي الاهلي في كاس العالم للاندية. كلام جميل. دي اكتر حاجة انا باصص عليها في الفترة دي، واكتر حاجة انا بشتغل لها ومع القناة وبنجتهد جدا جدا مع فريق العمل، انه النادي الاهلي نادي كبير قوي يا كابتن سيد، طبعا. نادي عظيم. وعظمة النادي ده بتيجي من هذه الجماهيرية والشعبية الكبيرة. تلاقي حاجة غريبة جدا في الموضوع بتاع النادي الاهلي، انه الجين مش موجود في الادارة، الجين مش موجود عند اللعيبة، الجين موجود عند الجمهور. حاجة غريبة جدا، الجمهور. حاجة غريبة جدا. اذا خرجت بره الاطار غصب عنك، ما عندكش امكانيات في وقت من الاوقات، غلط عشان انت بني ادم، الجمهور اللي بيرجعك تاني صحيح. للمسار. فدي صحيح. حاجة من الحاجات، بما اننا في القلعة الحمراء الحمراء. فانا دائما وابدا ارى في جماهيرية النادي الاهلي المحرك الاساسي، شعبية كبيرة جدا تستحق دايما انك تقدرها، وتستحق دايما انك تحترمها. القريب ان شاء الله باذن الله، المستقبل القريب، اوكي، وهستغل ان انا موجود بقى عندك بقى في برنامجك الجامد وفي البودكاست الجامد، انه بوعد جمهور النادي الاهلي انه هيتفرجوا على تغطية اعلامية مميزة من الدرجة الاولى في كأس العالم للأندية. ده اللي انا شاغل بالي بيه، ونفسي فعلا انجح فيه نجاح يرضي جماهيرية النادي الاهلي ويرضي جمهور النادي الاهلي، واعمل فيه الحاجات اللي انا بشوفها دايما بتتعمل في اوروبا، من تغطية مثالية متنوعة، يحصل فيها كل اللي جمهور النادي الاهلي يبقى عايزه.